البشرة الدهنية نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، المشكلة بتحصل علشان إحنا عايشين في منطقة حر شوية. أنا دكتور رضوى رزاز، أخصائي الجلدية والتجميل والليزر، ومتشرفة جدًا، جدًا بوجودي النهارده مع أستاذي وأخويا الكبير ومعلمي دكتور أحمد صادق. أهلًا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا رضوى. الناس بتيجي مش عارفة جلدها ده عبارة عن إيه، عامل إزاي، أتعامل معاه إزاي، ويفاجئوا لما نبتدي نتكلم معاهم بطريقة علمية ونقول لهم والله لأ، ده الموضوع مختلف عن اللي أنتم متخيلينه خالص. ناس كتير فعلًا ما بتبقاش عارفة تحدد نوع بشرتها إيه، وبيترتب على كده إن هي بتستخدم wrong products طول حياتها وييجي لها مشاكل. البشرة الدهنية نعمة من ربنا سبحانه وتعالى، المشكلة بتحصل علشان إحنا عايشين في منطقة حر شوية، فيستخدم مستحضرات تزيد الطين بلة تخلي الموضوع أكثر سوءًا ويجيب مشاكل أكتر، نبتدي لما نشخصها في مرحلة متأخرة يبقى أصعب في التعامل معاها. recently بقى في Gen Z وGen Alpha ودول أكتر ناس على السوشيال ميديا، فكنت عايزة أعرف من حضرتك كده بتشوف الperception بتاعهم للسوشيال ميديا إزاي، وإيه آخر الافتكاسات اللي سمعتها منهم؟ لازم إن إحنا نقدر نعرف كل generation بيفكر إزاي عشان نتعامل معاه بالطريقة اللي بيفكر بيها. هو أنا عايز أبقى at my best دايمًا، مش عايز أستنى تحصل مشكلة، عشان كده بيبتدوا بدري. بيبقى في misconception كده عند الناس، بيفتكروا إن إحنا ما دام oily skin إحنا مش بنحتاج ترطيب، لأ بالعكس، بس لازم تبقى مناسبة للبشرة الدهنية، ما ينفعش أبدًا، أبدًا استخدم مرطبات البشرة الجافة للبشرة الدهنية. أنا متفق معاكِ تمامًا في اللي قُلتيه. إمم. الحاجة المهمة إن الناس لازم تفهم إن ما فيش حاجة اسمها ultimate product، ما فيش حاجة اسمها هتنفع معايا على طول. ميرسي أوي يا دكتور أحمد، أنا اتشرفت أوي بوجودي مع حضرتك النهارده، وإن شاء الله نكون فدنا الناس. استنوا روشتاتكم في باقي حلقات روشتة من الآخر.